بتبدأ الحكاية مع صوت صراخات بعض الوحوش بيكرروا كلمة اقتلوه بشكل متتالي، وبنشوف بعدها بطلنا اللي بيتكلموا عليه واللي بيسأل نفسه ايه اللي جابني المكان ده. بيرفع واحد من كبار قرية الغيلان صوته وبيقول انهم لازم يخضعوا البشري ده للعقاب الملكي بعد ما تجرأ يدخل عالم الوحوش بتاعهم اللي كان معزول عن عالم البشر لآلاف السنين. بتبدأ علامات الرعب تملى وش بطلنا وقتها، واللي مش فاهم هو جه المكان ده ازاي، وبيقول ان اخر حاجة فاكرها كانت وجوده جوه احد الكهوف. وعشان نفهم اللي بيحصل بالظبط فتعالى يا صديقي نرجع 5 ساعات لورا. وقتها بنشوف واحد بيقرب من الخيمة اللي فيها بطلنا وبيناديه باسم سويوشي، ولما بيلاقيه مش بيرد عليه بيدخل الخيمة بنفسه وبيقول له يبطل يضيع وقت، لان اعضاء فرق التنظيف اللي زيهم لو تكاسلوا مش هيلاقوا فلوس ياكلوا بيها. اللي بيخلي سويوشي يستغرب بقى هو حوار وجود اكتر من فريق تنظيف في المهمة دي، وبيسأل زميله حلاوة عن سبب وجود عدد كبير من المنظفين في كهف من رتبة سي. بيرد عليه حلاوة الجدع بأن عدد المنظفين اللي زيهم كبير جدا وسعرهم رخيص على عكس الأبطال اللي بيقوموا بإخلاء البوابات والدنجونز. بتنقطع محادثتهم بعدها بوصول واحد من فريقهم وبينادي عليهم من بعيد عشان يوضح لهم ان الأبطال في الطريق ولازم يستعدوا لدخول الكهف بعدهم. الغريب بقى ان المنظفين لما بيقربوا من الكهف بيحسوا بهالة قوية جدا منه، وبيقولوا انهم أول مرة يدخلوا كهف من رتبة سي وده أكيد سبب خوفهم. بتنقطع محادثتهم بصوت الأبطال اللي طالع من البوابة وبيكونوا بيتكلموا عن مدى سهولة الكهف ده وقد ايه هم محظوظين لانهم هياخدوا جايزة اخلاء الدنجون من غير اي تعب يذكر. بيوسعوا لهم المنظفين الطريق وهم عمالين يطبلوا لهم وبيقولوا انهم كانوا بيتمنوا يبقوا ابطال فاجرين زيهم. بيعرفنا بعدها بقى سويوشي عن وظيفته وانهم بيتم تلقيبهم بالمنظفين او الزبالين، وعلى الرغم من انهم يعتبروا بيكملوا مهمة الابطال الا انهم عايشين في عالمين مختلفين تماما، لان المنظفين دول بيكونوا اشخاص حاولوا يبقوا ابطال ولكنهم فشلوا في الاختبارات بتاعتهم. جوه البوابه بقى بيقول لهم زميلهم ان الكهف اللي هم فيه منهار وبالتالي حجمه مش كبير، وبيوضح لهم انهم لازم يشتغلوا باسرع وقت ممكن لان البوابه هتتقفل كمان 4 ساعات بس. اثناء عمليه التنظيف بقى بتلفت حاجه نظر بطلنا، والحاجه دي بتكون شظيه لدرع وعامل زي ما يكون شكله بتاع وحش مش بطل. لما بيسمعوا زميله بيقول كلام زي ده على الدرع بيقول له ياخد الشظيه معاه عشان سعرها اكيد هيكون عالي شويه. بيفرح سويوشي وبيقول له انه هيكمل بحث لو كده يمكن يلاقي شظايا اكتر ويعملوا فلوس اكتر، وساعتها بيسمح له زميله يعمل كده ولكنه بيحذره من التأخير لانهم قدامهم 3 ساعات ونص بس على اغلاق البوابة. المشكلة بقى ان بعد مرور ال3 ساعات ونص دول كان بطلنا لسه بيكمل عملية الحفر لانه محبط بما ان كل اللي وجده حتى الان كانت شظية درع واحد بس. بينادي عليه واحد من زمايله بسرعة وقتها وبيقول له تعالى باسرع ما يمكن، ومع ان بطلنا بيقول له انه جاي وراه الا انه بيكون محبط بشدة من جواه، وبيقول ان الفلوس اللي جمعها دي مش هتغطي يوم واحد حتى من علاج كارينا. بياخد باله بعدها من وجود بئر بالقرب منه وبيقول انه شامم ريحة كنز جاية من جواه، لكن اللي بطلنا مش فاهمه هو سبب وجود البئر ده جوه كهف من الاساس، والاغرب ان البئر جاف تماما وده بيخلي سويوشي يتحمس اكتر واكتر، وبيقول انه لو لقى جواه اي معدات يقدر يغطي تكاليف علاج كارينا لاسبوع كامل. ومع شوية فحص بعينيه بياخد باله من وجود خاتم في صباع هيكل عظمي، عشان كده بيرفض يمشي من غيره وبيقرر ينزل جوه البئر على السريعة بحيث ياخد الخاتم اللي شكله فاجر ده، وبيقول ان الابطال اكيد ما شافوهوش. بيمسك بطلنا الخاتم وبيكون هيطير من الفرحة لما بيعرف انه من الرتبة النادرة، وبيصرخ بصوت عالي وبيقول انه هيحصل على فلوس اكتر بكتير عما كان يتخيل. بيقرر يلبس الخاتم بعدها ويخرج من الكهف بسرعة وبعدين يبقى يدي الخاتم للسيد ناوتو يفحصه بنفسه، لكن لما بيلبسه بينور في ايديه بشكل غريب وبيكون بطلنا مندهش من سطوع الضوء بتاعه، والمصيبة انه بيبدأ يمسك في صباعه جامد وبيخليه يشعر بألم ملوش مثيل. بيروح الألم بعد لحظات وبتظهر له رسالة من نظام غريب وبتقول له ان الخاتم اللي نهائي اتعرف عليه كسيد ليه ومش هيقدر يخلعه ابدا. بيندهش بطلنا من الصوت الغريب اللي بيكلمه ده وكمان من حوار البوابة اللانهائية واللي بتبدأ تظهر بعدها من الختم بتاعه وسط مكان بطلنا بيسأل نفسه في ايه بالظبط، لكن يظهر انه هيعرف كل حاجة قريب جدا لان الخاتم بدأ يبتلعه خلال ثواني، وبيكون سويوشي عمال يصرخ بكلمة الحقوني مرة ورا التانية بأعلى صوته. بيبص واحد من زمايله تجاه الصوت لانه عارف صوت سويوشي كويس، ولكنه بيكون مستغرب لما بيلاحظ هو وبقية المنظفين ان سويوشي اختفى تماما، ومع كده بيقنعوا نفسهم انه اكيد راح يدور في حتة تانية على اي كنوز. لكن الحقيقة بقى ان بطلنا حاليا بيمر من خلال بوابة اللانهاية وبيكون عمال يصرخ بدون توقف بما انه مش فاهم اي حاجة بتحصل معاه. بيفقد بطلنا وعيه بعدها ولما
بيفتح عينيه بيتفاجئ بنفسه موجود في قرية الوحوش، واللي بيكونوا عمالين يتكلموا على حوار العقاب الملكي زي ما شفنا في البداية. العقاب الملكي ده يا صديقي يبقى عبارة عن برق شديد القوة بيضرب المنصة العالية، واللي شكلها كده حاجة بيمجدوها الوحوش دول. بيرفع ملك الوحوش صوته بعد مرور عدة دقائق وبيديلهم الإذن يبدأوا العملية. بس قبل ما ده يحصل بيعرفهم واحد من الوحوش إنهم هيعدموا 3 أشخاص اليوم، وأولهم هيكون واحد خاين من عشيرتهم بعد ما باع معلومات خاصة عنهم للبشر والإلفز. الشخص ده يا صديقي بيكون غول عجوز حزين، وبيكون الوحوش فرحانين فيه وعمالين يكرروا كلمة اعدموه بالعقاب الملكي في الحال. بينزل البرق بالفعل تجاه العجوز وسط مكانه، كل الحاضرين بيقولوا إن مفيش أي شخص طلع من تحت إيد البرق ده عايش. ومع وصول البرق لجسد العجوز بنشوفه بيموت بطريقة وحشية فعلا قدام كل الجماهير الفرحانين. الشخص التاني على قائمة اللي هيتعاقبوا بقى بيكون سويوشي اللي تعدى على أرضهم. بيصرخ بطلنا وبيحاول يفهمهم إنه ما كانش يقصد يعمل كده أبدا، وإنه بس كان تايه وعايز يرجع لأخته كارينا اللي هتموت من غير العلاج. بيقول له الوحش يبطل يتكلم، وعشان يخليه يسكت بيسدد له لكمة قوية كمان. بيبكي سويوشي الحزين من الألم وكمان من حوار العقاب اللي هيقتله كمان لحظات ده، وبيقول إنه مش عايز يموت هنا لأنه لازم يساعد أخته وكمان يحقق حلمه ويبقى بطل. بيضرب البرق بعدها المنصة، ولكن المدهش إن سويوشي بيقدر يتفاداه لأول مرة. بيندهشوا كل الوحوش الحاضرين لأن الحوار ده أول مرة يحصل، وبنشوف من وسطهم السجينة الثالثة واللي هتتعدم بعد بطلنا. بيقول أبيض الشعر ريوجا إن سويوشي ده أكيد محظوظ بشكل ملوش مثيل. بيتحمس سويوشي لما بيسمعهم بيتكلموا عليه وكأنه شخص فاجر، وبيقول لهم إنه مستحيل يموت في المكان ده على إيد مجموعة وحوش زيهم. بس قبل ما يخلص كلامه بيتفاجئ بجسده بيحترق من شدة قوة البرق اللي أصابه، وبيضحك ريوجا عليه لأنه عبيط وكان فاكر البرق هيضربه مرة واحدة بس. أما عن سويوشي فكان بدأ يفقد حياته، ولكنه ما كانش حتى قادر يبكي، لكنه ما بيكونش عارف إن كل حاجة على وشك إنها تتغير بفضل خاتم اللانهاية، واللي بيتم تفعيله بيقول له النظام بتاعه جاري إعادة تكوين جسده. بيلاحظ ملك الوحوش إن في حاجة غريبة بسبب قوة هالة سويوشي اللي زادت أضعاف مرة واحدة. ما هو اللي ما يعرفوش إن النظام مش بس بيعيد بناء جسده من أول وجديد، لا ده كمان بيعيد تشكيله في هيئة الجسد المطلق واللي في القوة ملوش مثيل. بيندهشوا كل الوحوش من المنظر العجيب اللي قدامهم، لأن سويوشي كان بيتحرك زي الزومبي، وما حدش فيهم كان فاهم هو ازاي بيتحرك والبرق عمال يضرب فيه بشكل متتالي. المدهش أكتر إن بطلنا كان بيقرب من مطرقة الملك بكل شجاعة ومن غير أي تردد. فبيقول ريوجا إن الوحيد اللي كان بيقدر يقرب من المطرقة كده كان الملك القديم بنفسه بس. وبيتحمس الملك الحالي لما بياخد باله إن سويوشي بيحاول يرفع المطرقة العملاقة. بينجح بطلنا في حمل المطرقة بالفعل، وبيكون البرق عمال يضرب فيه. وسط ما كان هو مشغول بيسأل المطرقة عن سبب استدعائها ليه. ما هو بقى شبه واثق إن سبب مجيئه للعالم ده بعد ما لبس الخاتم تبقى علاقته بالمطرقة دي، واللي كانت بتخليه يقرب منها لوحده بعد ما اتفعلت قوة الخاتم. بتظهر له شاشة النظام بعدها وبتقول له إنه وصل للمستوى التالي وحصل على المطرقة الملكية، واللي ما يقدرش يستخدم أي من مهاراتها الخاصة لأن قدرتها المتاحة حاليا 0%، وعشان يقدر يفتح المهارات فلازم يفتح نسبة أكبر من قدرتها المقفولة. بنشوف السجينة مصدومة من اللي شافته لأنه أول بشر يرفع المطرقة دي، وبيكون ريوجا كمان متعصب وبيقول إن البشري ده لازم يموت بأي تمن. بس إزاي هيعمل كده يا صديقي؟ والقواعد بتاعت عشيرتهم بتقول إن أي حد يرفع المطرقة دي بيبقى تلقائيا زعيم عشيرة الوحوش. في الوقت نفسه بيكون سويوشي هدي خلاص بعد كل الأكشن اللي كان بيحصل معاه من شوية، فبنشوفه بيقول إنه حاسس إن قوته زادت كتير، ويمكن ده يكون بسبب وصوله للمستوى الثالث. ووسط ما كان واقف زي العبيط بيقول يعني إيه نظام الاختيار الملكي، بنشوف ريوجا بينقض عليه من الخلف لأنه مش هيسمح لبشر يبقى زعيمهم أبدا، بس ولأنه مش عايز يخلص على بطلنا من ظهره فبينزل على الأرض. بيرفع ريوجا صوته عشان يخلي سويوشي يلتفت ناحيته، وبيقول له يسيب المطرقة من إيديه في الحال ويموت أو يرجع لعالم البشر بتاعه ويغور في داهية. بتعلى صيحات الوحوش وقتها وبيشجعوا ريوجا كلهم، وفي صوت واحد بيطلبوا منه يقضي على البشر اللي ريحته وحشة ده. بيقول ريوجا لبطلنا إنه أكيد استخدم إحدى أساليب الغش عشان يهرب من العقاب الملكي، ومع إنه كان ممكن يسيبه يعيش في البداية لو نجا من العقاب بس، إلا إنه بعد ما طمع وحاول ياخد المطرقة بتاعتهم لازم يدفع الثمن ويموت في الحال. بيبلغ النظام بطلنا بحصوله على مهارة عين الملك واللي يقدر يفحص بيها إحصائيات أي شخص،
فبيستخدمها سويوشي على ريوجا، وساعتها بيعرف انه من المستوى 84 وسلاحه من الرتبة ايه. بيفرح بطلنا من قوة المهارة دي، ولكنه بيكون خايف بسبب فرق المستوى الرهيب بينه وبين الوحش. بيقطع ريوجا افكاره لما بيتحداه في قتال رسمي بما انه شايفه واقف قدامه بكل شجاعة، ولما بيحط السيف قدام وش بطلنا بيحاول يكلمه ويفهمه ان الموضوع كله كان سوء تفاهم، وانه مش غبي بما فيه الكفاية عشان يحاول يتحدى خصم من المستوى 84 بحاله. لسوء حظه بينفعل عليه ريوجا اللي بدأ يشحن طاقته في السيف بتاعه بالفعل، وبيقول له يبطل يتكلم خالص لان كلامه كله اكيد هيكون كذبة. بتقول السجينة ان البشري ده اكيد هيموت على ايد ريوجا لانه يبقى واحد من قادة العشيرة الخمسة اللي تحت الملك في القوة على طول. ولما بيوصل سلاح ريوجا لبطلنا بنشوف حدوث انفجار في منتهى القوة على المنصة، لكن لما بينقشع الضباب بعد ثواني بيتضح ان بطلنا قدر يتصدى للهجوم بتاعه، وعمل كده باستخدام المطرقة اللي من غيرها اكيد كان هيموت. بيفتح سويوشي عينيه وبيقول انه مش مصدق انه نجح في صد الهجوم اللي فات ده، وحتى ريوجا كان هيتجنن زيه بالظبط برضه لانه ما تعرضش لاي اصابات اثناء عملية صد الهجوم. لكن عشان يكسر معنويات بطلنا بيقول له ان المطرقة انقذته المرة دي بس من ايديه، وسط ما كان سويوشي الحزين لسه بيحاول يفهمه انه من عالم تاني، وبيقول له انه جه العالم بتاعهم بالصدفة بعد ما لبس خاتم وكلام من ده. بيمسكوا ريوجا من رقبته وبيقول له بطل تهبد عشان ما حدش هيصدقك على طول، قبل ما بيشيله بايد واحدة بس من رقبته وكانه مجرد حشرة صغيرة، وبيقول انه هيرمي سويوشي في السماء وبعدين يدك بيه الارض. بتظهر رسالة من النظام لبطلنا اللي نجح يحرر نفسه من قبضة ريوجا، وبيعرف منها انه حصل على مهارة استنساخ القدرات، ولكنه ما يقدرش يخزن اكتر من قدرة واحدة في نفس الوقت. وبما ان عملية استنساخ المهارات بتكون عن طريق لمس قلب الشخص صاحب المهارة، فبنشوف بطلنا بيتجه ناحية صدر ريوجا، واللي كان مستغرب لان بطلنا مش بيهاجمه بالسلاح. وبعد نجاحه في لمس قلب ريوجا بنشوفه بيغوص في بحر المهارات الكتيرة، وبيقول ان عددهم كبير جدا وانه مش هيقدر يختار اي مهارة من ضمنهم ابدا. ووسط ما كان بيقول انه لو حاول يقرا كل مهارة بتعمل ايه هيكون مات، كان غضب ريوجا عمال بيزيد لدرجة انه بيحاول يستخدم عليه هجوم الضربة الكونية. لحظتها واخيرا بيكون سويوشي اختار مهارته الجديدة التحطيم السماوي، لان توافقها مع المطرقة الملكية ملوش مثيل وقوتها بتزيد بزيادة قوة المطرقة. بينطلق بطلنا بعدها على طول ناحية ريوجا بالبوكسر المتين اللي ما بيتقطعش ابدا، وبيكون ريوجا مصدوم لما بيشوف المهارة اللي بيستخدمها لانه عارفها كويس، ومن صدمته بتكون اخر حاجة بيسأل بطلنا عنها هي طريقة حصوله على المهارة دي قبل ما توصل مطرقة بطلنا لجسده وتسبب انفجار طاقة ملوش مثيل. الغريب في الموضوع ان بعد نهاية الانفجار بنشوف ريوجا لسه بأحسن حال، ولكنه بيكون مصدوم ومش فاهم ازاي هجوم بالقوة دي ما أثرش عليه نهائيا. بس كل حاجة بتوضح بعدها لما بيطلع النظام لبطلنا الحزين وبيقول له انه ما سببش اي ضرر لريوجا لان مستواه منخفض وكمان قدرة سلاحه 0%. بتحصل لحظة صمت بين الاتنين من كتر صدمتهم اللي فاقد كل الصدمات، بس ريوجا بينفعل وبيسحب سلاحه وبيجري تجاه بطلنا بعدها لانه اهانه بعد اللي عمله فيه قدام كل الحاضرين من الوحوش. بيتدخل لحظتها ملك الوحوش بنفسه وبيقفز تجاه المنصة وهو بيقول لهم كفاية كده. لحظتها بيكونوا كل الوحوش مفزوعين لان تدخل الملك بنفسه في الحوار معناه انه حوار مهم. بيتسبب نزول الملك على المنصة في رياح شديدة ودمار غريب، وساعتها بيفهم بطلنا مدى قوته لان الرياح دي كانت هتخليه يطير من على المنصة، فما بالك بقى لو الملك ضربه. ومع انقشاع الضباب بيشوفوا كل الوحوش منظر ما شافوش زيه في حياتهم كلها، لان الملك كان راكع على الارض قدام بطلنا وكانه بيعترف بيه كالحاكم الجديد لكل الوحوش. ووسط صدمة الوحوش اللي شايفين الملك بتاعهم بيعامل واحد من البشر اعدائهم باحترام شديد، بيقوم الملك يمسك كتف بطلنا وبصوت عالي بيقول ان دي اكيد اشارة من اسلافهم الملوك. ما هو اخر ملك قدر يشيل المطرقة دي كان عايش من الاف السنين، ومن ساعتها ما حدش غيره قدر يعمل كده، وده اللي بيخليه يرفع صوته وبيقول لاتباعه انهم ما ينفعوش يقتلوا الشخص المختار. ومع ان الوحوش ما كانوش متقبلين الفكرة دي في بداية الامر نهائيا، الا ان الملك بيبدا يقنعهم يسيبوا له الفرصة يرفع من قوته على الاقل، وبعدين يقدروا يبقوا يتحدوه ويشوفوا هل هو فعلا ملكهم المستقبلي ولا لا. بتبدا اراء الوحوش تتضارب ما بين بعض الموافقين منهم والبعض الاخر بيكون متردد لانه مش من فصيل الوحوش زيهم. وطبعا اللي بيعترضوا بيكون من ضمنهم ريوجا، واللي بيسال الملك ازاي هيسمح بحاجه زي كده. بيرد عليه الملك بكل برود بان النبوءه ما حددتش نوع الملك المستقبلي، وبالتالي لو حاولوا يقتلوه ده معناه انهم بيهينوا الملوك القدامى اللي عاشوا قبلهم بالاف السنين. بيرجع ريوجا في كلامه وبيقول له معاك حق يا سعاده الباشا، ولكنه بيوضح له انه
لسه خايف برضه منه لأنه بشري. بيبص الملك صاي تجاه بطلنا بعدها وبيسأله عن اسمه بكل هدوء. بيعرف بطلنا عن نفسه. ساعتها صاي بيوضح له إنه لازم يحمل مستقبل عشيرتهم على أكتافه، ولكنه ضعيف جدا حاليا ولازم يرفع من قوته بأسرع وقت ممكن. عشان كده بيسمح له بمدة سنة واحدة يستغلها في رفع قوته كويس قوي، لأنه ساعتها بس هيتم إطلاق سراحه من العبودية وهيتم إلغاء حكم الإعدام من عليه. وعشان يضمن إنه مش هيحاول يهرب بيحط عليه علامة أو نوع من اللعنات، وبيقول له إنه هيقتله باستخدامها من على بعد لو ما رجعش كمان سنة بالظبط. ما هي دي الطريقة الوحيدة اللي هيقدر بيها يرضي أجداده وشعبه في نفس الوقت. طبعا ولأن سويوشي أدرك إن كل حاجة عند الوحوش مرتبطة بالقوة، فده اللي خلاه يرفع صوته ويقول إنه موافق بما إنه ما عندوش أي حل تاني. بترفع السجينة صوتها وقتها وبتقول له يرفع من قوته وما يستسلمش عشان يعيش. بياخد بطلنا باله منها وبيقول إنها كانت هتتعدم بعده على طول، ولما بيستخدم عليها عين الملك بيعرف إنها من المستوى 72 ولكنها ما عندهاش اسم. بيستغرب سويوشي لأن الوحوش بيحاولوا يقتلوا محاربة قوية زيها بدل ما يستفيدوا من قوتها. بيتحمس بطلنا من كلامها وعشان كده بيرفع ايديه وبصوت عالي بيتأكد إنه يشكرها. وبما إن الحكاية دي يا صديقي تبقى مانجا ياباني ولكن اللي عاملها استوديو صيني فلازم يبقى فيها حريم، عشان كده بطلنا بيوضح لصاي إنه موافق على عرضه ولكن عنده شرط واحد. بيستغرب صاي لأن السجين اللي قدامه بيقول عندي شرط ولكنه بيقرر يسمعه مع كده. لحظتها بيشاور سويوشي على السجينة وبيقول له إنها هتفيده جامد في رحلته. والصراحة معرفش هو يقصد أنهي نوع من الاستفادة يا صديقي، ولكن الاستوديو هو أكتر حد هيستفيد منها في الأساس. بعد موافقة صاي على طلبه بقى بما إنها ملهاش أي قيمة عندهم وكانوا هيقتلوها كده كده، بنشوف سويوشي واقف بيفكر في حوار الخاتم وبيقول إنه لسه مش فاهم حاجة. ما هو كل اللي بيحصل ده ابتدى بفضله، مع كده مش عارف هو مخبيله خير ولا شر بالظبط. فمع إنه جابه للعالم الغريب ده واللي كان هيموت فيه وفضل قاعد بالبوكسر وكان هياخد برد كمان، إلا إنه اداله الفرصة والقدرة على إنه يبقى بطل بعد ما ارتفع مستواه وزادت قوته. بتنقطع أفكاره بعدها بصوت السجينة بتناديه بالسيد وبتقول له إنها مستعدة، وتقصد بكده طبعا إنها جابت الخنجر بتاعها واللي يبقى سلاحها ولبست هدوم المغامرات. بتملى علامات الانحراف في وش بطلنا الفاجر، وبيقول إنه ما كانش يتخيل إن أول مرة حد يناديه بالسيد هتكون بنت جميلة، ومع كده بيوضح لها إنها مش محتاجة تناديه باحترام وتقدر تناديه باسمه عادي. بيحمر وش البت وبتقول له ما ينفعش أعمل كده يا سي السيد باشا، ما هي حياتها كانت هتنتهي ولولا كان زمانها ميتة وعشان كده بتحترمه، وكمان مستعدة تقدم له حياتها لو كان حابب أو تقدم له نفسها بما إن شكله منحرف وكده يعني. ومع ضغط البت عليه بالشكل ده بيجيب ورا وبيقول لها تناديه بأي حاجة تحبها حتى لو شراب. ومع نهاية الحوار الغريب ده بينهم أخيرا بتمشي البت قدامه وبتقول له إنها هتعمل كده لأن مستواها عالي وكده هيكون هو في أمان بشكل أكبر. بيقول سويوشي الفاجر حرفيا ومجازيا إن العالم ده جامد بفتيكة الصراحة، وإنه بيتمنى يعيش فيه للأبد لأن محدش بيحترمه في العالم بتاعه نهائيا. بس وقتها بيفتكر حوار أخته كارينا والمرض بتاعها وإنه لازم يساعدها، وكمان بيقول النظام إنه يقدر يستخدم بوابة اللانهاية الموجودة في الخاتم. بيعرف بطلنا إنه يقدر يستخدم البوابة دي مرة كل 24 ساعة، وبيقول إنه يقدر يستخدمه في التنقل بين العوالم في كل مرة يحتاج يعمل فيها كده، ومن غير تضييع أي وقت بيستخدم بوابة الخاتم واللي بتحوله لزبادي في الخلاط عشان ترجعه للعالم بتاعه. بتتفاجئ البت بس السيد بيختفي من وراها مرة واحدة وما بتكونش فاهمة السبب، لكن يظهر إن السيد باشا ما كانش مهتم باللي بيحصل معاها أساسا وكان مشغول بيغوص جوه الخلاط بتاعه. بعد ثواني من رحلته دي بيتفاجئ بنفسه بيفتح عينيه جوه البئر اللي كان في الكهف، وبيسأل نفسه في البداية لو كان ده كله مجرد حلم ولا ايه بالظبط. بس كل الشكوك دي بتروح بمجرد ما بتطلع له شاشة النظام، وبيعرف انه احتفظ بكل قدراته من عالم الوحوش. الغريب بقى انه بيلاقي نفسه لسه بيمتلك المطرقة الملكية من العالم التاني، بس وبما ان النظام الفاجر موجود فبيطلع وبيجاوب على سؤاله، وبيوضح له انه ما يقدرش ينقل الادوات عبر العوالم غير لو حطها جوه الخزنة الملكية، ومع انه ما عندوش غير مساحة لتخزين اداتين بس حاليا جوه الخزنة دي، الا انه كان فرحان لان احصائياته في العالمين ثابتة ومش بتتغير عكس الادوات اللي مش جوه الخزنة. بتنقطع فرحته بصوت زميله حلاوة وبيقول له يلا بينا يا عم لحسن الكهف هيقفل علينا. بيستغرب بطلنا وبصوت عالي بيسألهم انتوا ازاي هنا بعد مرور كل الساعات دي. في اللحظة دي بقى بيفهم بطلنا ان الزمن كان شبه واقف تماما جوه عالم البشر، لانه كان بقاله جوه عالم الوحوش اكتر من 5 ساعات والمفروض ان الكهف كان قفل عليه. طبعا دي كانت حاجة غريبة ومسببة صدمة نسبيا لسويوشي
سويوشي يا صديقي، وازاي ما يستغربش مع انه ممكن يستفيد من الحوار ده جامد جدا مستقبلا. ما هو لو العالم طلع بيتوقف جوه عالم الوحوش برضه اثناء تواجده في عالم البشر، فده معناه انه يقدر يرفع مستواه بشكل جنوني لو استغل ثغرة التلاعب بالزمن دي صح. بس المهم في الوقت الحالي هو اختبار الصحوة بتاع بكرة، واللي قرر بطلنا يشارك فيه مرة تانية بعد ما زادت قوته. بنعرف بعدها اكتر عن ماضي بطلنا واللي كان شايل فيه اخته وبيجري بيها بعيد بعد ما هاجم واحد من الوحوش العملاقة على المنطقة اللي هو عايش فيها وكان هيخلص عليهم. طبعا زي ما احنا عارفين فالوحوش دي خرجت من البوابات برضه بشكل مفاجئ وهجمت على البشر، وتسبب الحوار اللي حصل ده في أذية رجل كارينا وإصابتها بالشلل. بس يا صديقي زي ما انت عارف لو الحكاية وقفت لحد هنا فمش هتبقى حزينة بما فيه الكفاية. عشان كده بنشوف العم ناوتو بيكلمه وبيقول له يكمل جري هو واخته ما يحاولش يعمل نفسه بطل. بيصرخ سويوشي لأن أبوه وأمه في البيت بتاعهم اللي الوحش بيهجم عليه حاليا، ولكن العم ناوتو بيوضح له إنه لو حاول يرجع ينقذهم فأخته هتموت. في الحاضر بقى بنشوف بطلنا بيزور أخته وبيقول لها على حوار إعادة اختبار الصحوة، ولما بيظهر القلق عليها بتقول لها الممرضة تخاف على نفسها حاليا بس وما تشغلش نفسها بأي حد تاني. بيطمنها سويوشي إنه هيكون بخير وبيسألها عن أحوال رجلها حاليا. ما هي بتعاني من ألم شديد ومستمر في أعصاب رجلها، وعشان تخفف من الألم ده بتاخد أدوية علاجية ومسكنات غالية. بيحس بطلنا بالإحباط لأنه طول الفترة اللي فاتت كان عاجز عن مساعدتها بأي شكل، وحتى لما بيستخدم عليها عين الملاك بيلاقي مكتوب له إن احتمالية إنها تمشي تاني 1% بس. بيزيد حزن سويوشي وقتها لأنه كان بيتمنى لها تكون طفلة عادية وتدخل المدرسة وتتفسح، ولكن ده مستحيل حاليا بعد ما اتصابت أكتر من 98% من أعصاب رجلها في الهجوم بتاع الوحش. ومع إنه عارف إن فرصة نجاحه في علاجها تبقى 1% بس، إلا إنه بيكون فرحان لأن لسه في فرصة مهما كانت ضئيلة. بس طبعا في الوقت الحالي مستحيل يقدر يساعدها أبدا لأنه مفلس ومش لاقي ياكل، وعشان يساعدها هيحتاج يبقى بطل ويجمع فلوس أكتر من الوقت الحالي بكتير. ما هو لو نجح يعمل كده فمش بس هتزيد فرصة علاج كارينا، لا ده كمان هيحقق حلمه أخيرا وهيبقى زي سوبرمان. في اليوم التالي بقى بيجي ميعاد اختبار الصحوة وبنشوف المشرفين بيكلموا شخص ما وبيباركوا له بمناسبة اجتيازه للاختبار وحصوله على شارة البطل واللي هتخليه يقدر يدخل البوابات في المستقبل ويحارب الوحوش براحته. بيوصل بطلنا بعدها لمقر النقابة وبيشوف الواد ده وبيقول في نفسه انه ابن محظوظة بجد، لكن يظهر ان دوره هو التالي لان المشرف بينادي على اسمه بعدها على طول. طبعا ولان تسويوشي عمل الاختبار ده اكتر من مرة وفشل فيه فبيكون المشرف عارفه كويس وبكل برود بيوضح له ان النتيجة بتاعته مش هتتغير. بيرد عليه سويوشي بنبرة حادة وبيقول له انه هيثبت له ان كلامه كله غلط. بيقول له المشرف خد راحتك بس ما ترفعش سقف طموحاتك عشان ما تزعلش لما تفشل تاني. ما هو شاف عيال ضعيفة زيه قبل كده اكتر من مرة في حياته وكلهم في النهاية اتكسر بخاطرهم وبقوا منظفين ملهمش لازمة. بيتجاهلوا بطلنا وبيقول في نفسه ان اللي نجح في الاختبار قبله كان من المستوى الثالث زيه، ولكن قوته كانت 540 وسويوشي مش عارف دي حاجة حلوة ولا وحشة. بيحط ايده بعدها على جهاز اختبار القوة وبيقول انه لازم يستخدم قوته الكاملة لو كان عايز يبقى بطل. للسبب ده بنشوفه بيفعل مهارة الجسد المطلق اللي حصل عليها من فترة بكامل قوتها، وبيلاحظ ان العداد عمال يجري بسرعة وقتها ولكنه مش بيلغي مهارته مع كده. من شدة قوة بطلنا بقى بيحس المشرف ان في زلزال في المقر بتاعهم، وده طبيعي بما ان قدرة بطلنا القتالية تبقى 5400 بحالها. بيقول له النظام انه حطم الرقم القياسي اللي ما اتكسرش من 30 سنة واللي كان 940 نقطة لواحد من اصحاب المستوى الثالث زيه، بمعنى ان قوته الحالية تبقى اكبر ب5 اضعاف من اقوى شخص بعده في نفس المستوى. بيتحمس سويوشي اللي بيكون هيطير من الفرحة حرفيا وبيقول لنفسه يا ابن اللعيبة. بيفتكر وقتها حوار المطرقة الملكية وبيقول انه عايز يشوف قوتها في الحال. بيوضح له النظام انه يقدر يستخدم قوتها الكاملة لمدة ثانية واحدة بس في مستواه الحالي، ولكنه لازم يخلي باله كويس لانها هتسحب كمية كبيرة جدا من الطاقة بتاعته في الثانية دي. بيقول سويوشي انه مش هيحتاج لاكتر من ثانية اساسا عشان يحسب قوته مع المطرقة، واللي اكيد هتكون ازيد بفرق كبير جدا عن قوته الحالية بفضل التحسينات اللي بتمده بيها. المصيبة بقى انه لما بيفعل المطرقة بيشعر بألم شديد بسبب انها بتسحب من قوته بسرعة، وبيكون عمال يصرخ وبيقول ان دي اطول ثانية في حياته وانه بيتمنى قوته تتحسب قبل ما يغمى عليه. من شدة الطاقة
الطاقة اللي كان بيستخدمها بقى بنشوف انتشار برق بنفسجي اللون خارج المبنى، وبيكونوا كل سكان المدينة المجاورين للمبنى ده مندهشين من اللي بيحصل جواه، وده خصوصا بعد ما انقطعت الكهرباء عن المنطقة المحيطة كلها بعد لحظات معدودات. بيدخل المشرف على بطلنا وهو مفزوع بعدها وبيقول له ان الاختبار اتلغى مؤقتا، ولكنه لما بيشوف شكله الغريب بعد ما الطاقة راحت من جسده وبيسأله انت مين يا جدع انت بالظبط، بيتجه بطلنا بعدها عشان يمشي من المبنى بتاع النقابة، وبيقول انه لازم يتجنب استخدام قوة المطرقة حاليا لانها مش بس تسببت في مشاكل في المدينة، لا دي كمان سحبت الطاقة من جسده تماما وكان ممكن يفقد وعيه. لكن ده كله مش مهم حاليا لان اهم حاجة هي نجاحه في الاختبار ده وحصوله على الرخصة اللي هتخليه يقدر يبقى بطل او صياد يعني. بيعدي الوقت بعدها وبنشوف بطلنا واقف مع مجموعة صيادين متدربين تانيين، وبيكونوا كلهم على وشك انهم يبدأوا تدريباتهم على ايد المعلم جاي صاحب المستوى التاسع. ومع ان كل الطلاب كانوا بيحترموه وفرحانين بوجوده الا ان بطلنا قدر يفحص احصائياته وعرف ان قدرته القتالية تبقى 1200 نقطة بس رغم انه اعلى منه ب6 مستويات، وعشان كده كان محبط وبيقول في نفسه انه حتى اقوى من المعلم العبيط بتاعه. اللي ما يعرفوش بقى ان جاي كمان كان متعصب لانه بيدربهم، وبيقول في نفسه انه كان زمانه دلوقتي جوه دنجون من الرتبة دي وبيحارب الوحوش، ولانه عايز يعمل كده فبيقرر يقول للطلاب انه هياخدهم معاه يتمرنوا جوه دنجون بكره، والدنجون ده هيكون من الرتبة دي ولكن جواه شوية موارد حلوة. بيستغربوا الطلاب من كلامه وبيقولوا له انهم سمعوا ان التدريب الجسدي هيكون لمدة اسبوع كامل وبعدين هيحددوا الوظيفة بتاعتهم وفي الاخر خالص هيدخلوا الدنجونز. بيرد عليهم جاي بكل برود بان مفيش وقت للتدريبات الجسدية ولازم يرفعوا من قوتهم بسرعة لو كانوا عايزين يبقوا ابطال بجد. بيحذرهم جاي من محاولة عصيان اوامره مرة تانية وبيقول لهم اللي عايز يمشي يغور في داهية. بيقول سويوشي في نفسه ان جاي ده شكله راجل متكبر وهيقرفهم في عيشتهم لان الكبر بتاعه ده مخليه عايز يتحكم فيهم حتى لو كان هيأذيهم. بيفتكر بطلنا البت السجينة بعدها وبيقول انه مش فارق معاه نوع التدريبات اللي هيخضع لها لان في واحدة جميلة من المستوى 72 مستنياه في عالم الوحوش. بيرجع بطلنا لبيته بعدها وبيسمعهم بيتكلموا في الاخبار عن الزلزال اللي حصل اليوم، بس مع كده فما بيكونش مهتم بكل الكلام ده لان وقت الاستراحة بتاع الخاتم انتهى، وبيقول انه هيرجع عالم الوحوش ويرفع مستواه هناك وكمان يجمع الادوات اللي هيحتاج لها كلها. ولما بيستخدم الخاتم بيدخل جوه عالم الوحوش من تاني وبيكون عمال يبص من حواليه، وساعتها بيتأكد ان كل حاجة لسه زي ما هي من ساعة ما مشي وان الوقت كان متوقف تماما وان حتى الهدوم بتاعته رجعت الى ما كانت عليه قبل مغادرته لعالم الوحوش، بمعنى انه لازم يخلي باله من حوار الملابس والمعدات ده لان اي حاجة منهم عايز ياخدها معاه لازم يحطها في الخزنة الملكية. بتقطع السجينة افكاره لما بتقرب منه وبتسأله سرحان في ايه بالظبط، بيرد عليها بطلنا اللي عنده مشاكل في مناخيره بانه كان بيفكر في المغامرة الجديدة وبس. بتقول له السجينة لورا ان في كهف لوحوش الجوبلينز من المستوى الثالث بالقرب منهم ولكنه لازم يخلي باله اثناء مواجهتهم لانهم وحوش خبيثة وشريرة لأبعد الحدود. بيتحمس بطلنا وبيقول ان الحوار بقى عامل زي عوالم الانمي وانه هيموت ويشوف مدى قوة المطرقة الملكية الاصلية. بالقرب من الكهف بقى بتقول له لورا يخلي باله عشان الوحوش ما تصحاش من النوم، ولكنه بيسألها ايه اللي مخوفها بالظبط مع انها من المستوى ال 72. ووسط ما كان بطلنا بيقول ان قدرتها القتالية 630 ألف كاملين، بتسأله لورا عارف منين بالظبط مستواها مع انها ما قالتلوش عليه. بيرد عليها سويوشي بانه السيد بتاعها وطبيعي يكون شخص فاجر من الاخر وبيطلب منها توريه ازاي بتحارب الوحوش بالظبط عشان يتعلم منها. بترد عليه لورا بانها للاسف لو حاربت معاه الوحوش مش هيحصل على اي نقاط خبره لان الفرق في المستوى بينها وبين الوحوش المستهدفه كبير جدا. بس ومع ضغط بطلنا عليها لانه ما واجهش وحوش قبل كده وما يعرفش هيحاربهم ازاي، بنشوفها بتنقض على مجموعه منهم قدام عينيه وبتخلص عليهم كلهم بتلويحه سيف واحده. بيطلع سويوشي الطبله من معاه وبيقول لها انها اقوى محاربه من المستوى 72 شافها قبل كده، وساعتها بتشكره لورا لانه بيعاملها كويس جدا على الرغم من انه سيدها. بيطلب منها سويوشي تعلمه التقنيه اللي استخدمتها دي عشان يقضي على الوحوش بيها. بترد لورا عليه بان التقنيه دي اسمها خطوه القطع الفوريه، لكن للاسف فدي تقنيه خاصه بالمحاربين مرتفع المستوى وهو حتى ما اختارش وظيفته لسه. بيقول لها سويوشي انه خلاص قرر يبقى محارب زيها لانه لو عمل كده هيكون من السهل عليه تعلم التقنيات بتاعتها. بالفعل بعدها بيحدد وظيفته
وظيفته كمحارب مع انه محتاج يختار سلاح مؤقت لانه مش هيقدر يستخدم المطرقة في اي وقت قريب زي ما احنا عارفين. بتتحمس لورا لما بتشوف اختياره ده وبتقوله انه مش هيندم ابدا لانها هتكون احسن معلمة ليه خلال الفترة اللي جاية كلها. بس طبعا قبل ما تبدأ تعليمه فلازم يجمعوا شوية ادوات خاصة بالمحاربين بما انه حاليا ما بيمتلكش اي ادوات تنفع نهائيا. بتنقطع محادثتهم وللاسف بخروج الجوبلينز واللي بيصرخوا عليهم بصوت عالي وبيقولوا ان في دخلاء جوه الكهف بتاعهم، وساعتها بطلنا بيقرر يواجههم بنفسه. بس عشان يعمل كده فلازم يكون معاه سلاح، وده اللي بيخليه يطلب الخنجر من لورا مؤقتا على طول قبل ما بيجري ناحية الوحوش بعد ما بيقرر انه يستخدم مهارة التحطيم السماوي، ودي تبقى المهارة اللي نسخها من ريوجا لو مش فاكر ولا حاجة يا صديقي. ووسط صرخات لورا اللي كانت خايفة عليه بيقفز بطلنا تجاه الوحوش، مع ان لورا كانت بتحاول تقول له ان هزيمة وحوش من نفس مستواه امر شبه مستحيل، لكن وعلى عكس ما تخيلت فبطلنا مش بس خلص على كل الجوبلينز بضربة واحدة، لا ده خرج من الهجوم سليم تماما ومن غير اي خدوش. بتقول لورا ان هزيمة الوحوش دي كانت هتبقى صعبة حتى على فريق من 6 اشخاص، وسط ما كان بطلنا بيحتفل وبيقول انه لو استمر على كده فهيوصل للمستوى الرابع الليلة. ولحد هنا بقى يا صديقي بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. فلو عجبك الملخص ما تنساش تدعمنا بلايكاتك الجميلة وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.